السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت في كل حين. إن شاء الله القناة اسم القناة الجديدة طبعا نصائح المربيين. أنا أخوك محمد بدة طبعا. الاسم ده ممكن أشيله، يعني نصائح المربيين دي بقت حاجة أساسية إن شاء الله، ده هتبقى رسمي. فاضل بس مع محمد بدة دي ممكن أشيلها وممكن أسيبها، هي وظروفها بقى. تمام. إن شاء الله هتكلم النهارده عن موضوع، وانا طبعا مش بحضر له اي حاجه بصراحه. يعني ملخص الموضوع ده اصلا فيديو النهارده انا شفته على اليوتيوب لقناه، في واحد صاحب قناه انا منزله. عجل رضيع عمره اسبوع ميت، تمام، تعب عنده ومات. مش هقول لك اهماله كده، لانه هو راجل ما شاء الله يعني فاهم وعنده خبره، وزي حالاتنا يعني اللي هو ايه، جايب قبل كده ومرضع كتير وما شاء الله يعني عنده مزرعه وربنا يزيده ويبارك. بس انا عايز اتكلم عن نقطتين مهمين قوي في الموضوع ده بالذات. وطبعا يعني راجل يحترم كويس ان هو نبه لحاجه زي كده، عشان الناس برضو ما تفكرش ان الموضوع كله مكسب، مفيش اي خساره، لان ما خسرتش مش هتكسب. ماشي. بس انا برضو حبيت انبه على ايه، ان الشخص دوت الاستاذ ده مش فاكر والله الاسم بتاعه، تقريبا احمد حاجه زي كده. انا طبعا والله مش بعاتب على حاجه ولا بقول اي، يعني مش ان انا بقلل منه او بقول اي حاجه، بس هو في غلطه عنده وممكن ما يكونش خد باله منها. اللي هو جابه عمر حوالي تقريبا عمر يوم او يومين، لا يوم يا رب، لان انا شفت الفيديو بتاعه برضه وهو لسه مولود. لان هو بيقول لك انا جايبه عمر يوم، يا دوبك خد السرسوب امبارح تقريبا، وهو جابه الصبح، بقاله كان حوالي مثلا 24 ساعه، فات على 24 ساعه او 12 ساعه. ودي اكبر مشكله بقى. ليه؟ لان العجل طبعا اي عجل في الدنيا ساعه ما يتولد لازم يرضع في السرسوب ده اقل حاجه 3 ايام، اقل واجب. بما تقول انا يعتبر ايه، انا سايبها شويه. السرسوب طبعا احنا عارفين ان هو ممكن يقعد يوم، ممكن يقعد يومين. انا بالنسبه لي 3 ايام. تسيب العجل تحت امه او النتايه، تسيبها تحت امها ترضع فيها 3 ايام. من يومين ل3، يعني المهم يعني ما يقلش عن يومين وما يزيدش عن 3. ده اللي تسيبه على طول. بعد كده بيبقى في انتظام بقى، وجبه الصبح ووجبه بالليل. ماشي. ده المفروض النظام بتاعه. هو طبعا احمد، الاستاذ احمد دوت ايه، جابه عمر حوالي 12 ساعه او 24 ساعه مش فاكر، يعني لسه ما شبعش من السرسوب. حتى هو لما انا شفته في الفيديو لقيته يعني خالد كده، اعصابه مش اللي هي، لو هو اللي انا شفته في الفيديو الله اعلم برضه، عشان برضه مش متذكر قوي. ولكن هي دي اكبر مشكله. لو انت عندك حتى خبره ماشي في الموضوع ده، وحاولت ان انت تجيب حاجه ترضعها وتفطمها تخليها عندك او تبيعها ايا كان، هاتها مش اقل من 15 يوم. العجل اللي يكون راضع 15 يوم من سرسوب امه واللبن شويه دوت، انا اللي اضمنه لك بعد ربنا طبعا، انا اللي اضمنه لك اللي هو يبقى معاك مناعه كويسه وما شاء الله كويس. المشكله الثانيه بقى اللي هو طبعا مع الاستاذ احمد دوت، اللي هي طبعا قال لك انا علقت محاليل زي يمكن 15 ازازه او 10 مش فاكر. اديت حاجات، وكان عامه وكان بسبب الالتهاب الرئوي. ماشي. جو وحش قوي. بسبب الالتهاب الرئوي. طيب الالتهاب الرئوي هنقول في الصيف، في الصيف بيجي في اي وقت عامه ويضر اي بهيم. ماشي. بس ديت تكملنا لسه عجول رضيع، فمش مستحمله، مناعتها لسه المناعه بتاعتها ضعيفه، مش مستحمله الكلام ده. تمام. وده السبب في اللي هو اللي انا بقول لك عليه، اللي هي السرسوب والرضاعه الصحيحه في الاول، اللي هي تاخد مثلا اسبوع، 10 ايام، 15 يوم، وتكون راضعه الرضاعه دي كويسه، وبعد كده ايه تبقى تشتريه. هي ده اللي انا الحته اللي بنبه عليها. وهو عشان كده الحقن والكلام من ده بتاع البهيم ما استحملش، او العجل ما استحملش، لان العجل لسه صغير خالص وضعيف اصلا، فما استحملش. فالمرض اللي جاله دمره خالص، وربنا يعوضه خير طبعا. ربنا يعوضه خير. انا والله انا مش الحاجه ديت مريت عليها ومرت على ناس كتير، وربنا يعوض كل الناس، وان شاء الله ربنا يعوضه طبعا بحاجه كويسه باذن الله. فانا بنبه على الناس، انت عندك خبره اشتري، ما عندكش خبره برضو عايز تتعلم مفيش مشكله، بس انت امشي ورا الصح. يعني انا مثلا ما عنديش خبره اهو، انا مثلا لسه اول ما هجيب عجل، عايز اجيب عجل يرضى. طبعا عندي بقره مثلا هترضى، سواء جاموس او نتاء او بقر. يعني انت عاوز تشتري عجل رضيع جاموس او بقر مش هتفرق كتير، اهم حاجه هيرضع في الاخر من بقر، لكن ما ينفعش يرضع من جاموس لانه مش هتوفر. فانت هتجيب لها عجل، تمام، هيكون عمره حوالي 15 يوم، او يعني يوم ما يضربوا الدم 20 يوم، ده مش اقل من كده، ولا تجيب اقل من كده
ولا ازيد من كده، لان ازيد من كده مش هتبقى حلوه قوي، واقل من كده مش هيبقى حلو قوي. من 10 ل 15 يوم ده كويس، ده المقبول. اقصى حاجه 20 يوم ماشي، ما تزودش عن كده. لقيت اكتر عادي مش هتفرق بقى، يعني انت لو لقيت حاجه كويسه قدامك وبقيت مضطر لها، مثلا حد جنبك جارك او حد قريبك يعني وكده، خلاص ما توكل على الله اشتري، يعني طالما عمر الشهر خلاص. لو انت هتقني يعني وكلام من ده. في ناس بقى بتعمل دوره زي ايه، تقوم عامله جايبه شويه عجول صغيره، وتقوم جايه ايه فاطماهم. الكلام ده انا هعمله ان شاء الله في فيديو، ان انا هعمل لكم فيديو للموضوع العجول دوت، لانه هو مش مشروع مربح جدا على فكره، بس مش هينفع لاي واحد لسه مبتدئ، لازم يكون عندك خبره قديمه قوي قوي، لان اكبر مشكلتين بيقابلوا العجول الصغيره، وهم دول اللي بيخلوهم يعني لا تخسرهم لا ربنا يعديك من انت وظروفك ماشي. الالتهاب الرئوي والاسهال، دي اكبر مشكلتين بيقابلوك في العجول الصغيره، لذلك تلاقي كل العجول الصغيره عندها المرض ده، اغلبيتهم يعني مش كلهم طبعا، الاغلبيه. وربنا يا رب يعوض كل الناس ان شاء الله. انتظروا منه فيديو هيكون عن العجول الصغيره، الرضيع، مكسبهم ازاي، وفي خلال ممكن في خلال شهر تكسب منهم او شهرين اتنين ان شاء الله، يبقى في مكسب سريع منهم. بس ايه، تقبل الخساره يعني، خليك حاطط ان فيها يبقى في خساره، لازم يبقى في خساره دايما، بس في خساره اللي انت بقى تتعلم وتبقى خساره ضعيفه، وفي خساره ممكن تكون قويه اللي هي بمعنى صح ايه، اللي بتبقى كبيره دي بتبقى اغلبيتها ما عندكش خبره، تبقى انت السبب فيها. ولو انت ما عندك خبره برضه بتبقى الخسائر ضعيفه شويه، وتبقى المكسب طبعا بايه، بيعوض الخساره. ربنا يرزق كل مكان. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.